اصحى يا نايم ووحد الدايم ورمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين. طبعا لو سألتك بعد الدخلة دي مين أول ومسحراتي في مصر هتقول لي الأستاذ سيد مكاوي. ما حصلش. ده الحكاية لها تاريخ وتاريخ كبير قوي كمان في مصر. تعال احكيهولك. بص يا سيدي، أول مسحراتي في مصر كان شغال في جنب المسحرات، يعني شغلانة إضافية كده وبياكل منها عيش. اتخيل كان إيه؟ كان حاكم، كان أمير. والكلام ده من أكتر من 12 قرن، وبتحديدا سنة 853 ميلاديا. كان اسمه إسحاق ابن عقبة، وده كان حاكم مصري. كان هو بنفسه اللي بيسحر الناس وبيصحيهم علشان خاطر يقوموا يتسحروا يصوموا رمضان. بيمشي من مدينة الفسطاط اللي هي في مصر القديمة دلوقتي لجامع سيدنا عمرو ابن العاص على رجليه، وكان معاه طبلة وهو اللي بيضرب بيها بنفسه علشان الناس تصحى. شفت التاريخ؟ هو ده التاريخ. طبعا الأغنية بتاعت الأستاذ سيد مكاوي من إحدى موروثات الفن المصري ومرتبطة جدا بشهر رمضان، لكن مش هو. شفت مين؟ أول مسحراتي كان حاكم وأمير. ايه اللي خلاها ارتبطت كمان بالطبلة؟ طب اتخيل لو انا داخل لك يعني حد تاني او دخل يسحرك بجيتار، مش هتقبله، هي الطبلة. تقول لي بقى برنامج على الموبايل الامساك والافطار، انا والله ظبط المنبه بتاعي. كمان العيال بتزيد كده كل ليله في رمضان وتزعق فيهم وبهدله، وانت كمان من ضمن الناس بس عامل نفسك مش سامع. كل ده مش هيجي على ودنك على قد طبلة رمضان، خصوصا ان احنا لينا بصمه فيها. ودلوقتي المسحراتيه كل سنه وهم طيبين بيصحونا وبيفرحوا اولادنا باسمائهم. لما يقول لك قومي يا بسمه والنبي بسمه، قومي صومي ووحد الدايم، وانت يا سلمى ان شاء الله سلمى يا ربي صومي لك السنه دي حتى يومين، واجري بسرعه يا واد يا حسين هات لنا طعميه وعيش سخنين، وانت يا حاج عواطف صح كارتك سهير. كل الاسماء كده بتدي انطباع وروحانيات مش هتلاقيها غير عندنا في مصر. صح. وكمان بالمره بيفكرنا باسماء العيال، يعني محدش يعني اللي معاه عيلين ثلاثه دلوقتي ممكن بينساهم، لا المسحرات بيفكرهم وبيفرحهم. لكن تعرف مين هو اول اتنين اشتغلوا مسحراتيه في الاسلام؟ كان سيدنا بلال ابن رباح مؤذن الرسول وأول مؤذن في الإسلام، وسيدنا ابن أم مكتوم. كان سيدنا بلال قبل صلاة الفجر ينذر الناس بالسحور، وكان الناس تتسحر، ثم بعدها بلحظات تاني أو بفترة قبل صلاة الفجر كان يقوم سيدنا ابن أم مكتوم بإنذار الناس مرة أخرى للسحور. يا ريت إن شاء الله تعالى بإذن الله هي عادة إسلامية ووصانا بها الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام لما قال تسحروا فإن في السحور بركة. يا رب إن شاء الله تعالى يجعل الأيام كلها بركة وشهر الخير وشهر القرآن، ونجعلنا يا رب في صحبته إن شاء الله صائمين نهاره قائمين ليله. أشوفكم في حصريات جديدة من حكاوي مصري. في أمان الله.